السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي مطبخ حسناء الخلوف. الاقتراح ولا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذه الكيكة هذه اللي كتشاهدوا أمامكم في الصورة. كتجي مختلفة نوعا ما على الكيك اليومي اللي كنحضروا. غادي نحضروها إن شاء الله بالمكسرات وبمذاق القرفة. كتجي كما قلت لكم مختلف المذاق ديالها على الكيك يعني العادي اللي كنحضروا. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم. كما غادي نشوفوا الطريقه باش نحضروا هاد الصلصه الشوكولا اللي كتشاهدوا امامكم في الكيك. طريقه جد سهله ومبسطه تعتمدوها دائما في الكيكات ديالكم وفي الشيوات هيدا اللي كتحضروا. وندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. في المقادير غادي نحتاج هنايا كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، كاس الا ربع سنيده، كاس ديال الحليب، عندي 2 خمرات من فئه 8 غرام مع فاني. غنحتاجو 3 ديال البيضات. هنا عندي واحد الكميه ديال اللوز والكركاع يعني على حسب المتوفر. غادي نحتاج 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. كما عندي تقريبا نصف كاس ديال التمر والزبيب اللي رقدته شويه في الماء مقطع صغير. التمر قطعته صغير. دائما قياس بكيسان العنبه. عندي قبيصه ديال المليحه، معلقه صغيره ديال القرفه، وهنايا معلقه كبيره ديال الخل. اول حاجه غادي كما قلت لكم التمر مع الزبيب تقريبا نصف كاس، والكركاع مع اللوز تقريبا نصف كاس. اللوز انا حمرته شويه في الفران، والكركاع حتى هو سخنته شويه. هنايا ضفت واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق على هاد المكسرات، وغادي نغلفها اولا غادي نمزج معها الدقيق مزيان باش ملي كنضيفوها على الكيك ما كتنزلناش للاسفل. يعني من نفس الدقيق اللي غادي نستعمل في الكيك، يعني نفس الدقيق الكميه اللي غادي نستعملها في الكيك هي اللي نقص منها ديك 2 معالق كبار. هنايا اولا عاد نبداو نحضروا الكيك. اول حاجه كنهرسوا البيض اللي غادي نضيفوا له قبيصه ديال المليحه مع الساشي ديال الفاني، وكذلك غادي نزيدوا له كاس لرب ديال السكر سنيده. انا هنا استعملت كيسان العنبه. العبر دائما كنعبروا بكيسان العنبه. والمقادير ان شاء الله نخليها لكم كما العاده في صندوق الوصف بالتفاصيل. هنا انا كنستعمل غير الطراب اليدوي. الا كتفضلوا الطراب الكهربائي فاستعملوه. كنخلطوا مزيان سنيده مع البيض باش كيذوب. من بعد كنبداو نضيفوا الزيت على مراحل. كاس لرب ديال الزيت وحنا كنخلطوا مزيان. من بعد غادي نضيفوا الحليب، كاس ديال الحليب. فبالنسبه للكميه ديال الزيت كنقصوا شويه وهي وسنيده. الحليب كاس ديال الحليب وحنا كنخلطوا. دابا غادي نبداو نضيفوا الكميه ديال الدقيق. كما قلت لكم انا عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. المجموع اول مره بديت بجوج ونص، ومن بعد بقات لي الكيكه شويه القوام ديالها خفيف، فزدت تقريبا نص كاس. يعني زدت 2 معالق كبارين عامرين تقريبا نص كاس. يعني الدقيق النوعيه ديالو هذه المره الصراحه ما كانش كيتشرب. فهاد الكيكه هزت لي هاد المره 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. فهاد المول الصراحه اللي كنستعمل دائما فكتهز لي 2 ونص. ولكن كما كنقولوا دائما فالدقيق ما كيكونش دائما نفس النوعيه. كاين الدقيق كيتشرب وكاين الدقيق ما كيكونش كيتشرب، يعني كنحتاجوا كميه اضافيه. هنا كنبدا نضيف الدقيق كما قلت لكم وحنا كنخلطوا. هنايا غادي نضيف المكسرات، يعني اي مكسرات عندكم، اي مكسرات تفرض لكم او على حسب الكميه اللي عندكم تقدروا تزيدوا على هذه الكميه هذه. يعني ما تقيدوش بهذا القياس اللي عطيت لكم ديال المكسرات. كل ما زدتوا المكسرات كتجي الصراحه احسن. انا استعملت الزبيب والتمر مقطع مع شويه ديال اللوز شويه ديال الكركاع. نتوما كتستعملوا اي مكسرات كما قلت لكم عندكم. هنايا ضفت معلقه صغيره ديال القرفه. فهذا الكيك كيجي متميز ومختلف على الكيك اللي كنحضروا يعني بالحامض اولا بالبرتقال، لان ضفنا له هذه المره المذاق ديال القرفه. والمذاق ديال القرفه كيتواتى مع التمر ومع المكسرات. هنايا كنضيف ما تبقى من الدقيق. وطبعا ما غادي نساوش الخميره ديال الحلويات غادي نضيفوها مع ديك المعلقه كبيره ديال الخل اللي كيساعد على ان الكيكه كتجي مهويه ومفوشه وطالعه. فانا شعلت الفرن ديالي على 180 درجه، شعلته فقط من الاسفل. يعني كنطيبوا هاد الكيكه بالطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها الكيك. الحراره على 180 درجه. كنبعدوا الطاوه شويه من النار وكنخليوها حتى كنشوفوا الجوانب ديالها بداو كيتحمروا. يعني كنختبروها بواحد العود خشبي ومن بعد كنشعلوا لها من فوق كتكمل الطياب ديالها. هنايا انا ضفت معلقه ديال الخل
فالصراحه الملعقه ديال الخل كتساعد الكيك على انه يجي طالع، كيعطي نتيجه احسن. كنضيفوها في الاخير وكيكون هو هذا القوام ديال الكيك، يعني القوام ديالو كيكون ثقيل واحد شويه، ما كيكونش خفيف، لان الكيك الا كان خفيف بزاف فملي كتطلع الكيكه وكطيب وكنخرجوها من الفران عاود كتعاود تهبطنا مره اخرى وكتنزل، لان الكميه ديال الدقيق كتكون قليله في الكيك. فهذا هو السبب اللي كيخلي الكيك كيهبط من بعد ما كنخرجوه من الفران. هاد الطاوه هذه انا دهنتها فقط غير بالزيت، تقدروا دهنوها نتوما بالزبده. وصافي كندخلوا الكيكه ديالنا طيب في الفرن. غادي نحضروا الكاناج اولا الصوص الشوكولا، 2 معالق كبارين ديال الحليب اللي ضفت له تقريبا واحد 60 غرام ديال. اول حاجه سخنت الحليب مزيان لدرجه الغليان، من بعد حيدتهم فوق النار، ضفت له 60 غرام تقريبا ديال الشوكولاط اسود، انا استعملت ماكاو، وكنحركو مزيان حتى كيذوب، ومن بعد كنستنى عليه حتى كيبرد تماما، عاد كنبداو نزينوا به الكيكه على هذا الشكل. فانا وضعته في واحد البوش، تقدروا تستعملوا غير بلاستيكه عاديه. ضروري ما تخليو الكناج يبرد تماما باش ملي كتزينوا به الكيكه كيبقى واقف، يعني ما كيسحش. وكنزينوا الكيكه بهاد الخطوط كما كتشاهدوا في الصوره، يعني كتعطيوها واحد الجماليه وتا واحد المذاق. هذا الكاناج يعني كيجي لذيذ في المذاق كما قلت لكم. استعملوا ماكاو، فالصراحه الشوكولاط ماكاو مزيون بزاف، احسن من كالا في المذاق، والفرق بين الثمن ماشي كبير بزاف. من بعد هنايا كنزين بقطعه ديال المكسرات اللي كنت احتفظت بهم. عندي هنايا قطعه واحد الكميه صغيره ديال النوازيط، قسمتهم على 2. طبعا حمصت هاد المكسرات شويه، والتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني تقدروا تكتفيو غير بالكاناج ديال الشوكولا بلا ما تستعملوا لا مكسرات لا حتى شي حاجه. وتقدروا تزينوها هكذا بالمكسرات، كتعطي منظر احسن، والكيكه كتجي على هذا الشكل. كيجي المنظر ديالها جميل والمذاق ديالها اجمل. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، لان المذاق ديالها كيجي مختلف كما قلت لكم على الكيك اليومي. المذاق ديال القرفه مع المكسرات مع ديك القطع ديال التمر والزبيب كيعطيها واحد المذاق الصراحه مزيون بزاف. وحتى الشكل ديالها الصراحه كيجي بريستيج وكيجي مزيون بزاف. نحضروها هكذا نضيافنا ونحبابنا، يعني كيجي المنظر ديالها مزيون بزاف الا حطيناها على مائده الضيافه، وما استعملناش فيها شي مكونات اللي هي مكلفه، يعني اللي توفر لكم واللي كان عندكم موجود في الدار. يعني اي مكسرات توفرت لكم كتستعملوها. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وكنشكركم دائما على الدعم والتشجيع. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.